نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. معلش انا غبت عليكم، بس يعني الحمد لله كنت تعبانه شويه، والحمد لله على كل حال. الوقت بقى هنعمل مع بعض البيات الشتوي. يعني ايه البيات الشتوي؟ يعني هنتدفى بقى هنعمل حاجات للشتاء. نقعد بقى نتدفى بقى مع كوبايه شاي كده. دلوقتي معايا 3 كيلو دقيق. اي دقيق، عايزه تجيبي دقيق سايب، اي نوع دقيق للمخبوزات. انا فضلت ان انا استخدم دقيق اسمه الكوثر. دلوقتي انا فضيت 3 اكياس 3 كيلو دقيق. تعالى اقول لكم مقادير الكيلو الواحد. الكيلو عليه كوبايه، وكيلو دقيق كوبايه ونص سمنه، كيس بيكنج باودر، كيس خميره، معلقتين سكر، رشه ملح. دي مقدار الكيلو الواحد. دلوقتي انا عشان هعمل 3 كيلو، معايا 3 كيلو دقيق، كيسين بيكنج باودر، كيسين خميرة، واحدة 2 فانيليا، 3 معالق سكر، نص معلقة ملح. دلوقتي حطيت معلقتين سكر، احط عليهم الخميرة، دوبهم مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. صلوا على النبي يا جماعة، حطوا له لايك كده ودعوة حلوة منكم. الوقت فضيت الخميرة على السكر عشان ادوبهم في حاجة لوحدهم. اه كده بفضي الفانيليا على الدقيق، وحطيت البيكنج باودر على الدقيق، والملح على الدقيق، السكر حطيته على الخميره. اه بدعملها بميه دافيه عشان الميه الدافيه تساعد معايا على الخميره على طول. ما تسرحيش بقى، وحطي لاي، وقومي جدعاني كده والشطري كده، وهاتي كيلو دقيق اعمليه. وريحه الخبيز في البيت حلوه، وريحه الدفا حلوه في البيت والله، بالذات في الجو الساعه اللي احنا فيه ده. ده مش تلفزيون، انا كنت بعدل الاضاءه. ده رمود الاضاءه. اه زي ما انتوا شايفين كده بقى. اللي انا بحطها ديت حاجه اسمها ريحه الموز. زي ما انتوا شايفين كده، نزلت على الارض بقى عشان اعرف اعجن. ودوت معايا كده نص كوبايه سمسم متحمصه، انا محمصاها. طب انت مغمقاه كده ليه؟ عشان احنا بنحب السمسم متحمص فيه. هقلب السمسم في قلب الدقيق بقى. ودلوقتي معايا لبن دافي. عايزه تعجني بميه براحتك، عايزه تعجني بلبن براحتك. بس يعني ايه، اللبن بيعمل بيديها طعم وغناوه كده وتيست حلو. كل كيلو من الدقيق عليه كوباية ونص سمنة على زيت. انا عاملة سمنة بلدي، كوباية سمنة بلدي، وتلاتة روابي، ونص زيت. التلاتة كيلو خدوا مني 4 كوبايات ونص. هقلب بقى الدقيق في قلب السمنة كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده انزل احط الخميرة الاول، عشان طبعا لو انت ما احتجتيش يبقى انت كده حطيت الخميرة. الخميرة اول حاجة بحطها. زي ما انتوا شايفين كده اهو. نزلت بقى بالخميرة اهي. هقلب الخميره في قلب الدقيق، وارجع بقى ايه ازود باللبن اما عاوز ازود واحده واحده. هما التلاتة كيلو دقيق خدوا مني 4 كوبايات، 3 كوبايات ونص لبن. ما خدوش الكيلو كله، يعني ده كان كيلو. ادي اول واحده، تاني واحده، واحط بقى وما عاوز هزود. زي ما انتوا شايفين كده. افتكري بقى يومك وازعيك مع اولادك. وبصي ركك على عجين. زي ما انتوا شايفين كده. او عوزت لبن تاني، رجعت زودت لبن وعج. كل ما احس ان العجينه محتاجه بدل، ما بكبش السوائل كلها مره واحده عشان ما ارجعش احتار تاني واعوز دقيق تاني. مم. زي ما انتوا شايفين كده. هرجع احط تاني. اه لحد ما احس ان العجان بتاعه نضف، والعجينه بقت في ايدي حلوه كده، يبقى خلاص بقى. اه
كده عجنتها وحسيت ان هي حلوه تحت ايدي، خلاص كده بقى. الوقت ديت العجله ومعايا دي مقشره بطاطس زي ما انتوا شايفين كده. اه، اختي كانت هنا بقى بتساعدني، كنا بنعمل سوا. ديت خرمت عيش، بس انا يعني ايه، بعمل عليها كده تديني شكل. مم. يعني بوريك الحاجات اللي انت ممكن تعملي بيها يعني. قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه والشكل اللي انت عايزاه. والله العظيم يا جماعة كانوا ريحتهم حلوة وطعمهم حلو. انا ما بخمرش العجينة، انا يا دوبك بسيبها تستريح اما اجيب الصواني، وما بخمرهاش، بخمرها مرة واحدة بس في الصواني، وبعد كده بسوي على طول. يعني انا ما بخمرش مرتين، انا بخمرها مرة واحدة بس. اهو، الجمال عدى الكلام. زي ما انتوا شايفين كده. املي بيتك خير، ودف بيتك وعيالك، واوفر من بره بكتير، واحسن من بره بكتير، وارخص من بره بكتير. لو جيتي تحسبها اي نعم الحاجه غاليه، بس لو جيتي تشتري من بره مش هيديكي نفس التست ولا نفس الطعم بتاع المخابز بره. ده حاجه فلاحه وحاجه بيت وحاجه انت ضمناها، مع كوبايه شاي، مع كوبايه كافي ميكس، الفطار بقى للعشاء، تدفوا وانتوا قاعدين. عفوا. اهو اللي كنت بلاقيها طويلة كنت بقصرها بالبتاع التاني. هنا بقى كنا بنرص في الصواني اهوت، اللي بنعمله بنرص على طول. صلوا على النبي بقى وما تسرحيش كده، وحط لي لايك حلو. هنا اختي بقى كانت بتعمل معايا هي. او ده قطعت البطاطس ممكن تعملي بها برضو. لا اله الا الله. ما خدوش مننا حاجة يا جماعة والله، واحنا واقفين على الرخامة كده، كان ريحتهم زي العسل والله. ياخدوش اي حاجة واحنا واقفين على الرخامة في المطبخ اهو. اهو اللي كنا بنلاقيها طويلة كنا بنقصها نقصرها، والعجين دي بنلمه تاني ونعمله تاني برضو، زي ما انتوا شايفين كده. اهو. لو انت عايزة تعملي كيلو بس ممكن تعمله نص، ممكن تعملي 2 كيلو، كيلو ونص، على قدك بقى زي ما انت عايزة تعملي. زي ما انتوا شايفين كده بقى، هما شفت الجمال، ما خدوش اي حاجة مننا ولا اي حاجة، وسويناهم في فرن على درجة حرارة هادية من فوق وهدنا من تحت. ممكن تعملي مشروع وتبيعي منه برضو. ودي الكمية اللي طلعت معانا هي، انا مش عارفة الفيديوهات اختلفت ليه، بس زي ما انتوا شايفين اهو دي الكمية اللي طلعت معانا من 3 كيلو دقيق اهو، زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، ال3 كيلو طلع لنا كمية حلوة اهو. الجمال عدى الكلام. هنا بقى كانوا تسويتهم في الفرن اهوت، وكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. يا رب اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.